اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا رب، نسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب قبل أن يموت، ألا تبق لنا هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحنا بخوف فلا تمسنا إلا وقد أمنتنا، وإن بتنا على ضيق فلا توقظنا إلا وقد فرجت عنا، وإن كنا بحاجة فلا تكلنا إلى سواك، وأن تحفظنا لمن يحبنا وتحفظ لنا أحبتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحه وفي احسن حال. جايلكم في فيديو جديد ويوم جديد كله طاقه ايجابيه وكله حماس كده ان شاء الله بامر الله. كده بقى انتوا طبعا دلوقتي كده عرفتوا انا هعمل ايه. هشغل الغساله. جبتكم بقى كده جوله كده عن الغدا بتاعنا النهارده. بصراحه مش جالنا نفسي ناكل المحشي اللي كان عندنا، ولا جالنا نفسي ناكل رز ولا حاجه، فعملنا عيش كده فضل ونعمه من عند ربنا. عملت فول وعملت بيض ولانشون وجبنه وشيبسي وايه تاني يا رب، وقالت بطاطس، والحمد لله فضل ونعمه، كلنا وشبعنا والحمد لله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. هقول لكم بقى النهارده باذن الله على شويه نصايح حلوه قوي 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 ان شاء الله باذن الله، هتريحك في شغل بيتك وهتريحك في حياتك كتير قوي بصراحه. الاول كده بقى يا بنات، حطينا الخلطه المعتاده بتاعتنا. طبعا ما كانش عندي الخلطه بتاعه الغسيل. حطيت الصابونه بتاعتي المعتاده وكيس الاوكسي وشغلت الغساله، ويلا بينا نستعين بالله كده ونشوف هنعمل ايه. حطينا بقى اول دور غسيل كده في الغساله يا حبايب قلبي، لان كان عندي كوم هدوم بصراحه. هقولك بقى ليه على طول مثلا دايما بقى بيتي مش نظيف، دايما بيتي مكركب، دايما عندي هدوم وسخه، هدوم نظيفه. ليه كده؟ دايما الهدوم دي بتعمل كركبه في البيت. انا هقولك يا حبيبه قلبي، لو انت طبعا غسلت اوتوماتيك مش زي غسلتي النص دي، هتريحي نفسك. مش تقولي مثلا ايه، لا انا هشغل الغساله كل يوم، لا ده هيبقى ارهاق عليها الغساله. لا طبعا مش هيبقى ارهاق ولا حاجه. دي حاجه هتلم معاكي الغسيل اول باول. ثانيا هتريحي الغساله مش هتتعبها. ازاي؟ بدل مثلا ما تسيبيها تحطي فيها الغسيل كله يبقى كتير قوي عليها وتجهدي الغساله، لا انت لما تعملي كل يوم دوره واحده بس، وتاخديها تنشريها وتطبقيها وهم حبه صغيرين، هتريحك كتير قوي بصراحه. عن ان انت مثلا تكومي كوم هدوم وتغسليه وتيجي تبصي تيجي تطبقيه تلاقي كوم هدوم قدامك عايز يتطبق، تحسي ان انت نفسيتك تعبانه ومعقده. الهدوم النظيفه والهدوم اللي مش نظيفه بتجيب لنا طاقه سلبيه يا بنات. كل ست بيت كده، انا مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عننا كلنا. فلو انت غسلتك اوتوماتيك، كل يوم حطي فيها دورة. قلعتي هدوم انت واولادك وجوزك، شغليهم دورة في الغسالة، نشريهم، وتعالي بعدها بساعة او باتنين طبقيهم تطبيقة كويسة، وما تحطهمش في الدولاب كده مبهدلين، عشان خاطر بيتك يبقى مرتب ودولابك يبقى مرتب، يبقى جاهز كده ان اي ضيف يجيلك فجأة. بيتك دايما يبقى جاهز. هقولك على حاجة تانية، ليه تفضلي ترهقي نفسك طول النهار شغل في البيت ومصالح، وتيجي تتكلمي مع اولادك تكوني مخنوقة وتكوني متضايقة، تكوني مش طايقة حد فيهم قدامك؟ ليه؟ لان انت طبعا مضغوطة وراكي حاجات كتير عايزة تعمليها، وطبعا مش عارفة تعمليها. إيه عايزة بتقولي لنفسك عايزة اقوم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، بس مش بتقومي. لا، ادي نفسك دفعة كده ان انت بس تقومي. مجرد بس ان انت تدي نفسك دفعة ان انت تقومي تقفي على رجلك كده، انت عملتي انجاز كبير جدا. خلاص قمتي واستعنتي بالله وقفتي على رجليكي. ادي نفسك تايمر كده، ادي نفسك تايمر تقدري ان انت تتحركي فيه في البيت. ازاي ادي نفسي تايمر؟ ادي نفسك وقت، اتحدي نفسك، اتحدي الكسل اللي جواكي. ادي نفسك في كل غرفة 10 دقايق. انا دايما بقولها لكم في الفيديوهات، الأوضة مش هتاخد مننا اكتر من 10 دقايق. التنظيفة اللي هي اليومية بتاعتنا، هنمسك الملاية هنظبطها، هنكنس الأرضية، هنلمع أي حاجة قدامنا. والله العظيم يا بنات 10 دقايق. ادي نفسك ساعة في تنظيف البيت، وادي نفسك ساعة في المطبخ. ما تقوليش مثلا ايه، لا انا جوزي لسه عليه بدري لما يجي، ويجي بقى ويفضل قاعد ساعتين لحد ما الغدا يخلص. لا، خلصي غداكي واقعدي وريحي نفسك، ووقت ما يجي بأمر الله هتسخني له الغدا، هتعملي اللي هو عايزه. وعامة احنا في الصيف الغدا الاكل بيفضل لتاني يوم سخن زي ما هو.
يعني كده كده الاكل ممكن يفضل 3 4 ساعات سخن. فمش تسيبي نفسك كده ان انت تضغطي نفسك في وقت قليل، لا، اليوم طويل قوي ما شاء الله. فاحنا عايزين نستغله كويس، مش عايزين نسيب اليوم كده يضيع مننا على الفاضي وبيتنا مش نضيف والدنيا مكركبة حوالينا. زي ما قلت لكم كده، حاجات بسيطة جدا هنعملها هتغير بيتنا، هتخلي بيتنا دايما نظيف، دايما مرتب، دايما انا مش قلقانة احط ايدي على قلبي لحد يخش عليا. لا بلاش كده، دايما خلي بيتك نظيف ليكي ولولادك، وعودي عيالك ان هم يقعدوا في جو مرتب وجو نظيف. فخلصت بقى كده يا حبايب قلبي المواعين، وزي ما انتم شايفين بقى انا رحت كده عند الغسالة يا بنات، ده مش شطفي اللي انا بشطفه الاساسي. امال بتشطف ازاي يا جيهان؟ هقول لكم دلوقتي انا بشطف ازاي، خليكم بس معايا وتابعوني كده في الفيديو وركزوا معايا في الفيديو. مش بستكفى بحبه الميه اللي انا بحطهم في المنشفه، لا، انا بحط حبه الميه دول وبنشف الهدوم وبرجع اشطف الهدوم مره كمان. خليكم بس معايا كده في الفيديو وركزوا معايا. واهم حاجه ما تخرجيش من الفيديو يا حبيبه قلبي، لو انت حاطه اللايك لاختك، ولو انت مش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشتركي وتنوريني وتبقي جزء من عيلتي الجميله. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ويا رب يرزقكم بما تتمنوا بزياده شويه، ويرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين. ويا رب ينصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان. وبرحب بكل حبايب قلب الجداد اللي معايا من جوه مصر ومن بره مصر. انتوا على دماغي من فوق، ربنا يبارك لي فيكم ويديكم الصحه، ويا رب يرزقكم بما تتمنوا، اللهم امين. كان لنا اختي يا بنات كده، انا طبعا بقى ركزوا معايا كده انا بعمل ايه في الفيديو، وركزوا معايا انا بقول لكم ايه. كان لنا اختي حبايب قلبي معلقه لي على الفيديو بتاع امبارح، بتقول ان هي جوزها يبقى ابن خالتها وابن خالها في نفس الوقت. يعني تقريبا مامتها بنت عم بابا جوزها كده، يعني حاجة زي كده. المهم ان هم قرايب. فحماها لسه متوفي اللي هو خالها، لسه متوفي. واللهم صل على النبي، حماتها مش بتحبها، حماتها مش بتحبها خالص، وجوزها تقريبا وحيد على بنتين، والبنتين كمان مش بيحبوها خالص. فهي لما بتيجي تقول لجوزها مثلا تعالى نعيش بره او حاجة، مش راضي، رافض ان هو يسيب والدته، وهو مش عارف يعمل ايه، محتار ما بين مراته وما بين والدته. فانا هقولك تعملي ايه من وجهة نظري انا، من وجهة نظري انا. هو حقه ان هو يبقى محتار، حقه ان هو يبقى متشتت، لان هي والدته وانتي مراته، بس مش حقه ان هو يجي عليكي باستمرار. حقه برضه ان هو يكبر بخاطرك حتى لو بكلمة. الواحد لو ضايق المر والعذاب كله وحد جه طبطب عليه كده، بالذات لو حد هو بيحبه، جه طبطب عليه كده وقال لك معلش او قال لك ما تزعليش حقك عليا، اكيد طبعا احنا بنهدى بسرعه، واكيد احنا اقل كلمه بترضينا واقل كلمه بتزعلنا. فماشي هو مشتت ما بينك وما بين والدته، تمام. عامه يا بنات انا ما بحبش جواز القرايب خالص بصراحه. مش قادر ان هو يجي على والدته ولا قادر ان هو يجي عليك، يبقى هو يراضي ما بين هنا وما بين هنا. فانت حاولي ما تضغطيش على جوزك، لو انت قادره ان انت تكملي في العيشه دي معلش استحملي، وربنا بيجي في يوم وبيرضي، والله العظيم ربنا ما بيضيعش تعب حد على الفاضي. وبالذات لو انت معاكي اولاد ما تخربيش بيتك، اوعي يا حبيبه قلبي تخربي بيتك. خربان البيت على فكره سهل قوي، الناس النهارده البيت بيتخرب بتاعهم في ثواني، بس العمار الناس بتفضل سنين تعمر فيه. فانت ما تخليش الشيطان يضحك عليكي ويوسوس في ودانك، وبعد كده ترجعي تندمي، بالذات لو انت معاكي اطفال. معلش يا حبيبة قلبي استحملي، خلي الطيب من عندك انت، خلي المعروف من عندك انت. هتيجي يوم صدقيني وربنا هيرضيكي، والله العظيم ربنا هيرضيكي في يوم من الايام، وبكره تفتكري كل كلمه انا بقولها لك. فانت معلش انا عارفه ان هو بقى ضغط نفسي وبقى ضغطة اعصاب، بس معلش حاولي على قد ما تقدري قدمي انت من عندك الكويس، قدمي انت من عندك الحلو، لان انت كمان بتقولي ان هي قريبتك. فمعلش لان برضو مش نعمل مشاكل ما بين الاهل، دايما استحملي. عارفه هي لما تلاقيكي كده وتلاقيكي حاضر يا ماما، نعم يا ماما، اللي انت عايزاه، صدقيني هي اصلا هتتكسف من اللي هي بتعمله معاكي. فهو دي نصيحتي ليكي يا حبيبه قلبي. ويا ريت يا بنات كل واحده معانا على القناه تقول لها رايها، الله يجازيكم كله خير يا رب، لان هي سالاني الفيديو اللي فات اللي كان قبل ده، وانا قلت لها هرد عليها في الفيديو ده. ربنا يهدي لك حالك ويصلح لك حالك ويخلي لك اولادك لو معاكي اولاد، ويهدي لك جوزك وحماتك يا رب، اللهم امين. مسكت بقى كده يا حبايب قلبي بقى الهدوم اللي في المنشفه خرجتها،
وخرجت بقى كده معاكم الهدوم اللي في الغساله. ما حبيتش بصراحه اطول عليكم الروتين، كان في حاجات كتير قوي عايزه اعملها معاكم، بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده عشان ابقى ضيفه كده خفيفه على قلوبكم. مش عايزاكم تزهقوا مني يا حبايب قلبي، عايزه دايما كده تكون خفيفه على قلوبكم زي ما انتوا كده خفاف على قلبي. ربنا يبارك لي فيكم ويدومكم نعمه في حياتي. بجد يا بنات انتوا فرقتوا معايا قوي، بجد فرقتوا معايا قوي. كنت حاسه ان يعني ايه، طبعا جوزي طول النهار بره ما بيجيش الا يعتبر على قد اللقمه. طبعا اولادي لسه صغيرين، انا ما بحبش اروح لحد، ما بحبش اختلط بحد، ما بحبش ادخل بيت حد. اكبر حاجه تعمليها غلط في حياتك ان انت تدخلي حد بيتك او ان انت تدخلي بيت حد. اوعي، اوعي اوعي ان انت بصي اقولك على حاجه. مثلا جوزك طول اليوم بره، اشغليه، خليكي دايما كده اشغليه. ايه يا حبيبي، عامل ايه، اخبارك ايه، عملت ايه، اتغديت مش اتغديت، شغلك كويس. ده طبعا لو شغله يعني ينفع ان انت تكلميه، ينفع ان انت تسألي عليه وتطمني عليه. ليه؟ لان دي هياخد وقت من وقتك. مش تسيبي وقتك كده فاضي ان انت تروحي تقعدي مع واحده جارتك تتكلمي على دي، تقولي على دي، تعملي نفسك مشكله، يقولوا لا دي فلانه قالت، ده انت قلتي ده. لا، غايبه ونميمه وهنشيل نفسنا ذنوب على الفاضي وهنعمل نفسنا مشاكل على الفاضي. احنا يعني مش عايزين كده. اشغلي نفسك في بيتك، شوفي ايه اللي محتاج، ان بيتك محتاج ان هو يتعمل واعمليه. ما تشغليش نفسك مع جارتك، لا تقعدي مع دي، لا تتكلمي على دي. اصل استحاله ان في واحده هتقعد مع واحده ومش هتجيب سيره حد، استحاله. انا بقول لكم استحاله. فليه احنا نبعد عن ده كله، نتلاشى ده كله. وبلاش تدخلي حد بيتك وتامني له. اكتر حد انت بتامني له اكتر حد هيغدر بيكي، اكتر حد هيعمل فيك بصي، اكتر حاجه تضايقك وتوجع قلبك وتحرق دمك. فبلاش، ما تدخليش حد بيتك. صاحبي، بس صاحبي من بره بره، صاحبي بره في التليفون. بلاش تدخلي حد بيتك وتأمني حد على أسرارك. أسرار بيتك خليها بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك. شاركي جوزك معاكي، أنا متضايقة من كذا، أنا حصل لي كذا. متخبيش عنه حاجة، حتى لو حاجة كبيرة حصلت قولي له عليها، خليها تيجي منك انتي، متخليهاش تيجي من حد غريب عشان الدنيا ما تكبرش والمشاكل تزيد. لا، قولي له حصل واحد اتنين تلاتة واحكي له، وخليه هو سرك. ما تديش فرصة ان تبقى واحدة غريبة هي سرك، وتروح كل حاجة انت تقوليها تروح تقولها وتروح تنقلها لدي ولدي ولدي. وحاولي على قد ما تقدري ما تبصيش لغيرك في حياته. ارضي يا حبيبة قلبي بالمقسوم لك. والله العظيم يا بنات بصوا، عمري ما قلت دي لابسة، دي واكلة، دي جايبة، دي عاملة، لا. انا بغير قوي من ان انا اخش مثلا بيت واحدة والاقيه مثلا نظيف وانا لسه عندي حاجات كتير عايز تتعمل. ان انا ابص كده الاقي واحده مثلا مطلعه فرشه او بتغسل وانا عندي كوم غسيل في الغساله محتاج انه يتغسل. ممكن كده يجيلي دفعه كده اخش اقلب الدنيا حتى لو الساعه 2 بالليل. فدي غيره شرعيه مفيش منها اي مشاكل، ما بضرش حد ولا بضر نفسي. بلاش الغيره اللي هي لا فلانه جابت انا عايزاك تجيب لي زيها، فلان بيعامل مراته مش عارف ازاي، ليه مش بتعاملني كده. خليكي في عيشتك. جوزك مش زي جوزي، جوزها مش زي جوزك. كل واحد وربنا جعل له عيشته ومحليها له. فانت خلي عيشتك حلوه في عينيكي، ما تبصيش لعيشه غيرك. قولي الحمد لله على عيشتك، استكفي باللي ربنا مديهولك. ربنا ما بيديش الواحد يعني اقل ولا اكتر من اللي مكتوب له. ربنا بيدي كل واحد فينا يعني على قد اللي مكتوب له، اللي هو شايله له. وما تعلميش بكره ربنا مخبيلك ايه. ساعات ربنا بيدينا حاجات احنا مش نتوقعها اصلا. فانت كده ايه يعني، خليكي دايما قولي الحمد لله، خليكي دايما راضيه. لندا يا سلمى الرضا كلموني. خليه في قلبك، مش ان انت تقوليه على لسانك وخلاص، لا. حسي بيه، حسي بيه جوه قلبك كده. زي ما انتم شايفين بقى كده يا حبايب قلبي، الغساله بتاعتي شغاله كده، ودخلت بقى على الاوضه الاضافيه دي، البلكونه يا بنات. الراجل جه علق لي الستاره فيها زي ما انتم شايفين كده، ركبها لي بقى وحطيت بقى فيها الالعاب. زي ما انتم شايفين كده الدنيا بصوا عامله ازاي، شايفين؟ طبعا المنظر مش لطيف. خدوا الخمار بتاعي حطوه تحت الترابيزه قطعوه. فقلت بقى كده اخش كده اشيل الستاير، ادخل شويه نور وشويه هوا كده في الاوضه. زي ما انتم شايفين هربط بقى كده الستاير واشدها عشان خاطر بقى الم اللعب دي كلها كده واشوف الدنيا فيها ايه محتاج انه يتعمل واعمله. يا رب يكونوا استفدتوا حتى لو بجزء من اللي انا بقوله لكم ده، ويكون كلامي كده خفيف على قلوبكم. وبصراحه انا ما بصدق ان انا افتح الكاميرا وافضل كده اتكلم معاكم، بحس ان كلكم حواليا وكلكم قدام مني كده وسامعيني وشايفيني. فربنا يبارك لي فيكم ويخليكم يا رب، يا رب يرزقكم بما تتمنوا يا رب. وكل اللي بيتمنى حاجه يحققها وبزياده شويه، اللهم امين.
لو عندكم يا بنات كده حل ان انا الم فيه اللعب دي، حاجه كده اجيبها اشتريها الم فيها اللعب دي، مش عارفه بصراحه احط اللعب دي فين. كل ما اجيب لها كرتونه الكرتونه تتقطع مش بتستحمل. فمش عارفه بصراحه، يعني عايزه حاجه تكون سهله ان انا الم فيها وما تتكسرش او ان هي تتقطع. فمش عارفه بصراحه اجيب لهم ايه ولا اعمل ايه. فبالله عليكم لو عندكم اي حل يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وما تبخلوش على اختكم بالكومنتات. كومنتاتكم بتفرحني وبتسعدني. ربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم يا رب ويرزقكم بما تتمنى، اللهم امين. سلمى طبعا جت تلم معايا شويه، قلت لها طب تعالي لم معايا. اما بتعرف مثلا انا بلم حاجه او بعمل حاجه بصراحه بتيجي تحط ايدها معايا في اي حاجه. بتقولي يا ماما انت بتتعبي وكده. يعني سلمى بنتي بتحس بيا كتير، يعني بتحس بيا جامد. حتى لو انا تعبانه من غير ما اتكلم بلاقيها بتحس بيا. يا ماما انت تعبانه، انت مالك فيكي ايه؟ والله العظيم يا بنات بتحس بيا كده لوحدها. فربنا يخليها لي ويخلي لي اخواتها يا رب. كانت حبيبه قلبي، قالت لي بلاش تقولي الاوضه الاضافيه، لان فيما بعد دي هتبقى غرفه ابنك، هتبقى غرفه احمد. فزي ما انت مثلا بتقولي على الغرفه بتاعه الاطفال غرفه البنات، قولي على دي غرفه احمد. فهحاول كده ان انا اعود لساني. انت عندك حق على فكره في الكلام اللي انت بتقوليه ده. هحاول كده ان انا اعود لساني ان انا اقول ايه غرفه احمد. بس انا عشان خاطر من يوم ما اتجوزت متعوده ان هي غرفه اضافيه. حتى ولادي مثلا يكونوا داخلين يجيبوا حاجه، ماما البلكونه الاضافيه، الاوضه الاضافيه يا ماما، اقول لهم ايوه. فاحنا لساننا خلاص خد على كده. فان شاء الله اعود نفسي كده ان هي تبقى غرفه احمد، وان انا اقول ايه غرفه احمد. لميت اللعب، كنست البلكونه كنسه مية مية كده، شلت فيها اي حاجه فيها. جبت الجردل الجميل بتاعي ومسحت البلكونه كده مسحه ايه اديله ادي حبه تراب او حبه ريحه جميله. خليت كده البلكونه ايه حتى لو ولادي بيلعبوا فيها تبقى نظيفه، ما فيهاش تراب، ما فيهاش اي حاجه، يعرفوا يلعبوا فيها. مسكت بقى السور، ما عرفتش اكبه ميه وكده لان كان جيراننا قاعدين تحت في الشارع. جبت فوطه كده عليها حبه كلور وحبه بريل بتاع المواعين اللي هو الصابون السائل. ومسحت بقى كده السور بالفوطه زي ما انتم شايفين كده، مسحه على الماشي. ما كانش فيها تراب كتير عشان البلكونه بصراحه ريحتني كتير. خلصت بقى وشديت كده بقى الستاره بتاعتي، قفلتها كده على البلكونه. والبلكونه معايا بقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. خلصتها بقى وقلت لهم بقى لو عايزين تخشوا تلعبوا خشوا العبوا، بس انت تعبتي يا ماما فيها. قلت لهم لا خشوا العبوا، انا بنضفها عشان خاطر تقعدوا فيها وتلعبوا فيها على نظافه. فربنا يبارك لكم في اولادكم يا رب. بطلوا بقى شخط ونطر في اولادكم وتفضلوا تصوتوا في وشهم. خلوهم يعيشوا اليومين بتاعتهم كده زي ما هم عايزين. خلوهم كده يكونوا لما يكبروا كده يكون عندهم ذكريات جميله كده يفتكروكي بيها. فربنا يخليهم لكم يا رب ويبارك لكم فيهم. وبالله عليكم يا بنات، بقى لي فيديوهين كده بنزلهم، مش عارفه المشاهدات واقعه كده ليه. مش عارفه انتوا بتزعلوني كده ليه يا بنات. بس ان شاء الله باذن الله انا عارفه ان اللي جاي احسن، واللي جاي ان شاء الله باذن الله يبقى احسن واحسن. وطول ما انتوا معايا وفي ظهري باذن الله هوصل للي انا بتمناه. وكل واحده حبيبه قلبي بتخش وتقول لي استمري احنا معاكي معاكي وفي ظهرك. ما تعرفوش يا بنات الكلمه دي بتعمل فيا ايه كده، ان انا بحس كده بجد ان انتوا ساندني. وعلى فكره مفيش حد بيوصل لوحده في اي حاجه. في اي حاجه لازم يكون معاك او معاكي حد يسندك. ما تقوليش لا انا لوحدي، لا انا هعمل، لا لازم يكون معاكي حد يدعمك، حد يوصلك، حد يسندك، حد يديكي حتى لو كلمه. حتى لو كلمه بس. الكلمه بس يا بنات والله بتجبر الخاطر. فبالله عليكم بلاش تاذوا حد بكلمه. الكلمه بس بنأذي بها غيرنا. فما فيهاش حاجه لما نقول كلمه نجبر بها خاطر اللي قدامنا. يا سلام كده لما تطبطبي على حد وتجبري بخاطر حد كده بكلمه. صدقيني ربنا يجبر بخاطرك بصي بطريقه فوق ما تتخيليها. يا رب ربنا يكبر بخاطركم جبرا يتعجب لها اهل السماوات والارض، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتوا دايما كده بتجبروا بخاطري بالكومنتات بتاعتكم القمر اللي زيكم. بالله عليكم اوعي تنسوا الكومنت الجميل من لاختكم. معلش انا مش مركزه خالص، حاسه كده ان انا دماغي مهلوسه، مش عارفه ليه الحر عامل عمايله معايا. شقتنا موت يا بنات بصراحه في الحر موت. لان طبعا مننا للسطوع فكل اللي زي كده هيحس بيا. فيا رب ربنا يرحمنا من الآخرة وعذابها، ويا رب ربنا ما يكتب على النار. يا رب ما تكتبش على النار. حتى لو احنا عاملين حاجة بقصد او من غير قصد تسامحنا وتغفر لنا. كان اخر دول اللي انا حطيته ده يا بنات. خلصت الغسيل، نشرت الغسيل كده معاكم زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش بيجي لي عين ان انا احط الاستند في البلكونه لان بقى جيراننا قاعدين في الشارع. فانا ببقى نفسي ان انا اصور معاكم كده وانا في البلكونه وبنشر. بس بصراحه ما بعرفش لان بقى جيراننا قاعدين في الشارع وكده. فانا ما بيجيليش عين بصراحه ان انا احط كده الكاميرا واصور، ما بعرفش بصراحه. خلصت بقى كده اديتكم فكره كده عن الغسيل بعد ما خلص وبقى زي الفل ونضفته كده جايبه اخر الشارع.
باخدكم جولة كده بقى في المكان عندنا. خلصت غسلت الغسالة بتاعتي، خليتها زي الفل. غطيت عليها بعد طبعا ما سبتها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة كده تتهوى. الباب بتاعها بتاع المنشفة والباب بتاع الغسالة سبتهم متهويين كده شوية. وبعد كده بقى دخلت على المطبخ، شلت التربو من تحت الحوض وكبيت ميه كده، وحبيت بقى ان انا اغسل المطبخ غسله حلوه كده. حطيت شويه اوكسي. كان طبعا البريل بتاع المواعين كان اخر حاجه انتوا شايفيني كنت بشطف فيها ساعه غسل المواعين. هخلص الفيديو ده بامر الله وهنزل اشتري اي حاجه انا عايزاها، هجيبها باذن الله. ربنا يا رب يرزقكم بما تتمنوا، وربنا كده يجعل لكم نصيب. بصوا في كل حاجه حلوه يا رب. مسكت بقى الميه كده، شديتها بالمساحه على البلاعه. اديت بقى، خليت بقى الارض كده كلها طراوه كده. سبت الفرشه بقى كده في الشمسه عشان خاطر تتهوى، وعشان خاطر لو فيها اي ميه تنشف منها. المطبخ كده معايا بقى زي الفل. البوتاجاز معايا كان نضيف قبلها بيوم، اديته بس كده مسحه على الماشي. الفيديو بتاعنا خلص كده. استنوني في فيديو جديد ويوم جديد. اسيبكم في رعايه الله. يلا يا حبايب قلبي، مع السلامه.